شاب من أسرة متواضعة، حظها من المال قليل لكن حظها من الاستقامة كثير. شيء بين يديك غير موجود، لا في وظيفة ولا في تجارة ولا في دخل، وقد ترى المستقبل مظلما، لكن يجب أن تعتقد أن الله لا ينسى من فضله أحدا، وأنك إذا اعتمدت عليه وعلقت الأمر إليه وفوضت الأمر إليه ورفعت يديك تدعوه فإنه يجعل من ضعفك قوة، ومن حيرتك اهتداء، ومن فقرك غنى، ومن خوفك أمنا. هو الفتاح. يا فتاح يا كريم، هكذا يقول الناس. التاجر يفتح دكانه ويقول يا فتاح أجبر عني هذه البضاعة. الطالب يقول يا فتاح افتح لي ذهني في الامتحان. الصانع يقول يا فتاح، المسجون يقول يا فتاح افتح لي أبواب السجن، اعفو عني يا رب. المريض باب الصحة أغلق في وجهه، كلما سأل طبيبا يقول ما في أمل، حالتك صعبة جدا. فإلى أن تغلق الأبواب كلها أمامه بقي باب السماء مفتوحا، توجه إلى السماء. أول معنى من معاني الفتاح أنه يفتح الأبواب المغلقة، الأمور المعسرة، الطرق المسدودة، الحيل المخفقة يفتحها. لذلك العوام لهم كلمات على بساطتها رائعة: الذي عند الله ليس عند العبد. أعرف رجل عنده معمل وناجح جدا بهذا المعمل، سمع من إنسان صاحب قرار في هذا البلد أن عام 83 هذا العام ينتهي فيه القطاع الخاص كليا، فصدق هذا الكلام وباع معمل. ثم فتحت الأمور وسمح بالاستيراد المواد الأولية، وراجت البضاعة رواجا عجيبا. هو خطأه أنه صدق هذا الإنسان، ولو أنه اعتقد أن الذي عند الله ليس عند أحد، وأن الغيب لا يعلمه إلا الله، وأن الله هو الفتاح العليم. نزلت فلما استحكمت حلقاتها فرجت. اشتدي أزمة تنفرجي، والآن الأزمة في أشدها على المسلمين في العالم كله. يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. كل من في الدنيا يتربص بنا. فلذلك الفتاح هو الذي يفتح لعباده أبواب فضله، أبواب رحمته، أبواب التوفيق، أبواب النصر، أبواب الغنى. قولوا يا فتاح يا عليم. أيها الإخوة، المؤمن ما نصيبه من هذا الاسم؟ يجب ألا ييأس وألا يقنط، وأن يعتقد أن الله عز وجل لا يتخلى عن عباده ولا يسلمهم إلى أعدائهم. ونحن نرجو ربنا، نرجو رحمته ونخشى عذابه. الفتاح يفتح لنا باب القرب، يفتح لنا باب الإقبال عليه، يفتح لنا باب الأنس به، يفتح لنا باب المودة معه. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن